السماعات بتاعت العربيه صوتها سيء جدا جدا. العربيه دي تسان قوي 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 في نفسها، واستهلاك البنزين بتاع العربيه دي روعه يا جماعه. ومن الاخر وبدون دخول في تفاصيل، العربيه دي تنفع للخليج بس. دي عربيه محدش كان بيبص لها ولا بيفكر يشتريها لما كانت ب 400,000 جنيه اعلى فئه. عايز اقول لك ان بعد الكام شهر اللي فات لما كل حاجه سعرها زاد عندنا في مصر، العربيه دي بقت دلوقتي بتبدا من 550,000 جنيه لحد 630,000 جنيه، وبرده لحد وقتنا هذا انتشارها ضعيف في مصر. الخليج الموضوع مختلف تماما. العربيه دي هتلاقيها في كل مكان، وهتلاقيها منتشره، وهتلاقيها واخده وضعها هنا مثلا في الامارات، لان اللي معروف في الامارات ان في نسبه هنود عاليه، فالهنود بيحبوا يركبوا العربيات التجميع المحلي بتاع بلدهم كنوع من انواع تشجيع صناعه بلدهم، يعني او تشجيع تجميع العربيات من بلدهم. عايز اقول لك ان هيونداي كريتا او كريتا النسخه المصغره من هيونداي توسان. يعني انت لو مش فارق معاك الشكل، اختلاف الشكل اللي هو البسيط والاداء القوي والاوبشنز الزياده، فالعربيه دي هتبقى مناسبه جدا جدا بالنسبه لك. لكن زي ما هي ليها مميزات اكيد فيها عيوب، وده اللي انا طالع اتكلم معاك فيه النهارده. قبل ما نبدا الفيديو عايزك تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وتعمل اشتراك للقناه لو انت على يوتيوب من تحت، ومتابعه من فوق لو انت على فيسبوك، وشير الفيديو ده لاي واحد صاحبك علشان يستفيد بكل المعلومات اللي انا هقولها في الفيديو ده من عيوب ومميزات العربيه دي، وتشتريها ولا ما تشتريهاش، وهل العربيه دي هي احسن من اللي عندنا في مصر ولا هما الاثنين واحد، وهل هي هنا ممتازه عن مصر وتنفع في شوارع الامارات ولا ما تنفعش، وهل العربيه دي مناسبه عندنا في مصر اساسا وانت تشتريها ولا هي اوفر برايسد وما تستاهلش سعرها خالص. فيلا بينا. موتور العربيه دي 1500 سي سي تنفس طبيعي مش تربو، بيطلع 113 حصان وعزم 144 نيوتن متر. الفتيس اللي معاه ده تكنولوجي جديده من هيونداي، وهيونداي قالت ان ده من اعظم الفتايس اللي هي عملتها في حياتها في ال10 سنين اللي فاتت. الفتيس ده زي الفتيس السي في تي بالظبط في العربيات، ده اسمه انتليجنت فاريبل ترانزميشن، وده نفس تكنولوجي الفتيس السي في تي بالظبط. الفتيس ده نقلاته وهميه زي السي في تي، فبيدي لك حوالي 8 نقلات وهميه للعربيه. فهنطلع برضو نشوف الاداء، نشوف هو هل هيبقى متعب في المشي ولا لا، هل بيعلي صوت الموتور ولا لا. فخليك معايا بس الكام حبه الجايين دول. الارقام الرسميه بتاعت العربيه مش موجوده خالص عندنا في مصر، وبلد التجميع بتاعت العربيه دي هي الهند. طبعا هيونداي هي كوري. وتانك البنزين 50 لتر استهلاكها اللي معايا اللي حصل. طرق المدينه من 6 لتر لحد 7 لتر لو انا بقرص شويه على العربيه. طرق السفر بتبقى احسن من كده. الطرق الزحمه ممكن تعمل 7.5 لتر لكل 100 كيلو، وده استهلاك عالمي على فكره. الاستهلاك ده حلو جدا جدا على وزن العربيه اللي هو بيلعب من 1300 كيلو لحد 1500 كيلو. والشنطه الخلفيه بتاعت العربيه دي مساحتها 433 لتر، ومساحتها كافيه جدا جدا ان انت تحط فيها اي حاجه انت عايزها. ودي المساحات الخلفيه بتاعت العربيه. العربيه دي يا جماعه كل خاماتها الداخليه بلاستيك في بلاستيك، وبلاستيك مش حلو بصراحه، ما عجبتنيش الخامات الداخليه بتاعتها. والفرش ده مش الفرش الاصلي بتاع العربيه، هو اللي تحت ده قماش، ده فرش متركب على العربيه. وتعالوا ندخل نشوف المساحه الخلفيه. واسعه جدا جدا جدا، حتى مساحه الراس عندي انا طولي 170 سم، ممكن تبقى مناسبه للي طوله مثلا 185. وعندك هنا فتحات تكييف خلفيه، وعندك هنا فاست تشارج او شاحن سريع، وفي مكان تخزين، ونفق الفتيس واطي جدا جدا بصراحه. وادي شكل العربيه من قدام، ويلا بينا نطلع قدام. وده شكل العربيه من قدام. هنا عندك نفس الخامات البلاستيك اللي ورا هي اللي موجوده هنا. مفيش اي جزء جلد يا جماعه في العربيه خالص خالص، وبصراحه دي حاجه ضايقتني جدا، لان العربيه برضو هنا في الامارات هي غاليه، وفي مصر عندنا اغلى واغلى، فما ينفعش ان عربيه تبقى بالسعر ده يبقى خاماتها كده. عندك هنا ده الكنترولنج بتاع كل الشبابيك اللي موجوده، وهنا اللي بيتحكم في الازاز او في المرايات الكهرباء. وده شكل العربيه من جوه. يلا بينا ندخل. الزرار ده اللي عندك ده اللي بيقفل التراكشن كنترول وبيفتحه، ونرجع كده وهنا مفيش اي حاجه تانية. ودي شكل الطاره، ده المالتي فانكشن بتاعها، وده اللي بيتحكم في العدادات عندي هنا ومثبت السرعه. وتعالى كده ندور العربيه واوريك برضو الدنيا ماشيه ازاي فيها وايه الاوبشنز اللي موجود. ثانيه كده اطلع المفتاح. طيب ندور ونشغل التكييف لحسن الدنيا حر النهارده.
تعالى بندوس هنا الاول علشان نلعب بقى ايه في السيتنجز اللي موجوده هنا. ده اللايتس، الانوار. عندك هنا ايه وان تاتش تيرن انديكيتور. الانديكيتور ده اللي هو ايه الاشاره يمين وشمال. والاضاءه الاماميه، الويلكم لايت، الحاجات دي. الباب يقفل امتى، يقفل مثلا يتعمل له لوك اوتوماتيك ولا ما يتعملوش. عندك هنا الساوند، الصوت مثلا بتاع الحساس الركن، فاهم. السيرفيس بتاعتك امتى، هنا بتقول لك طبعا اللغه، كل الكلام ده. الاوبشنز مش كتير. هنا بيقول لك السرعه، هنا بيقول لك استهلاك البنزين. انا عشان كنت بجري من شويه في اختبار التسارع فشوف بقت عامله ازاي. لكن هي الرسمي ليها او مش الرسمي، اللي حصل معايا الفعلي فعلا، كان بيلعب من 7.5 لتر لكل 100 كيلو لحد تحت 6.5 لتر لكل 100 كيلو. فانا دايما بخليها على الحته دي. وادي شكل العدادات. في الفئات الاعلى من كده بيبقى شكله متغير وبيبقى شكله احسن وافضل بكتير. كل الخامات اللي عندي هنا كلها بلاستيك. الشكل حلو، يعني منظر العربيه من جوه حلو ودمج الالوان جميل، بس كل دي خامات بلاستيك رديئه جدا 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 بصراحه. يعني مش عارف اقول ايه. الشاشه اللي عندي هنا ما فيهاش اي حاجه علشان هي فيها اندرويد اوتو وابل كار بلاي، فتقدر توصل الموبايل بتاعك. ادي ابل كار بلاي وادي اندرويد اوتو، تقدر توصل الموبايل بتاعك وخلاص وشكرا على كده. السماعات بتاعت العربيه صوتها سيء جدا جدا. وادي الكنترولنج بتاع التكييف. وهنا في شاحن وايرلس موجود في العربيه، وده طبعا مكان اليو اس بي والحاجات المعروفه في اي عربيه دي. وده الفتيس، وهنا في سبورت مود في الفتيس. وده مساحتين تخزين، وهنا في مساحه تانية صغيره. وادي شكل العربيه من قدام تاني عامل ازاي. بصراحه الوانها مبهجه شويه، يعني مريحه للعين وكويسه. وانا بصراحه استريحت فيها، يعني انا استريحت في منظر العربيه من جوه وطريقه سواقتها. في حاجات كتير ضايقتني فيها، خلي بالك. فخلينا نطلع نتكلم واحده واحده على الطريق، ايه اللي ضايقني في العربيه وايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش. عربيه سهله قوي في استخدام المدينه، منجزه، مش متعبه تماما تماما. انا ما كنتش متخيل ان انا ابقى مستريح فيها الاسبوع اللي انا خدت العربيه دي فيه. يمكن اللي ضايقني ان العربيه اللي معايا مش اعلى فئه، او زي ما بيقولوا في الخليج هنا مش الفئه الاولى، هم عكسنا في الحته دي. اعلى فئه من العربيه دي فيها اوبشنز كتير، فيها ستارت انجن، فيها نظام انظمه قياده، جنود سبور. العربيه متدلعه اكتر من كده، عدادات مختلفه، الفرش من جوه جلد، الخامات اللي من جوه المستخدمه جميله، فيها اوبشنز كتير. كان هيخليني ان انا افرح شويه. لكن العربيه اللي معايا دي على قد ما هي مضايقاني في حته الاوبشن، بس منجزه جدا 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 وعمليه. واستهلاك البنزين بتاع العربيه دي روعه يا جماعه. يعني بيتكلم في طرق السفر 6.5 لتر كل 100 كيلو، جوه المدينه 7.5 لتر كل 100 كيلو. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. في طرق السفر انت على حسب اتجاه الريح ممكن العربيه تعمل معاك احسن من كده، تعمل معاك استهلاك افضل واحلى من كده. بالنسبه لعزل الصوت فالعربيه مستريحه جدا جدا وكويسه جدا جدا وهاديه. والغريب ان الفتيس السي في تي مع اي موتور تنفس طبيعي او تربو بيبقى الفتيس بيعلي صوت الموتور شويه، علشان ايه النقلات متغيره. فالفتيس اللي معايا ده هو اشبه 100% بالفتيس السي في تي، ما بيعليش صوت الموتور تماما غير القرص الجامد قوي على العربيه. يعني في الطبيعي اي عربيه فيها فتيس سي في تي اما بتيجي تدوس على الاكسلريتور بتاع البنزين بتلاقي العربيه صوتها بيعلى جدا، وبتلاقي صوت الموتور بدا يعلى بشكل ملحوظ قوي، وبتلاقي نفسك في ازعاج داخلك جوه الكابينه بتاعت العربيه. هنا ما بيحصلش الكلام ده تماما. فالفتيس الانتليجنت فايربل ترانزميشن بتاع هاينداي ده فتيس محترم جدا، وفتيس تقنيته عاليه جدا جدا على حسب ما الشركه قالت. بالنسبه للفتيس والموتور الاثنين زي الفل مع بعض، ما فيهمش اي حاجه. كان نفسي بقى الموتور اقوى من كده شويه. العربيه تحس ان هي عايزه تمشي على النمط الاقتصادي طول الوقت، يعني مجرد ما انت بتطلع من الثبات بتلاقي ان العربيه بطيئه وماسكه الحته اللي هي ايه، اللي هو انا هوفر لك، انا همشي بالراحه. عارف انت المود ده، مود اللي هو ايه، مود السلحفه. اول ما بتبدا تلمس على العربيه جامد فبتلاقي العربيه بتجري جدا جدا. فلازم تبقى واخد بالك من النقطه دي. العربيه برضو حجمها مساعدها انها تبقى ثابته على الطرق السريعه، ان العربيه تبقى راسيه شويه وماسكه نفسها وما بتتمرجحش ومش بتميل. انا مستغرب عربيه في الحجم ده ازاي مش بتميل على الملفات معايا ازاي.
يمكن حد هيقول لي علشان فيها نظام ثبات الكتروني اللي هو الاي اس بي او تراكشن كنترول، وانا هقول لك لا، العربيه نظام التعليق بتاعها متطور عن الجيل اللي فات وانضف بكتير واحسن وافضل من الجيل اللي فات، زائد ان وزن العربيه مساعدها على كده، مساعدها على ان هي تبقى راسيه بشكل ملحوظ وبشكل جيد على الارض ومتماسكه على السرعات العاليه. بالنسبه لعزل الصوت انا مستريح جدا فيه. بالنسبه لعزل الحراره في العربيه دي انا جربته في مصر كان ممتاز جدا، ما كانش فيه اي مشاكل خالص. بالنسبه للتوجيه بتاع العربيه فهو كويس جدا جدا وبيتقل على السرعات العاليه جدا جدا. بتحس ان انت ماشي على السبورت مود او مغير نمط القياده لنمط السبورت او من الكومفورت للسبورت، فبتلاقي ان الطاره بدات تمسك نفسها بطريقه حلوه جدا جدا جدا. العربيه دي تسان قوي 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 في نفسها، ما عدا الشكل اللي قدامي ده اللي كان محتاج يتغير شويه عشان تحس ان انت فعلا راكب توسان، لكن هي ما ضايقتنيش في اي حاجه من الحاجات اللي انا اتكلمت معاك فيها دي. يمكن اللي ضايقني شويه رفاهيات منها مثلا ان صوت السماعات بتاعت العربيه سيء للغايه، سيء للغايه. انا اكني راكب عربيه ب 30 40 الف جنيه مصري، وحشه جدا جدا جدا. فعلا محتاجه تظبط النقطه دي. انت لو اشتريت العربيه دي هتلاقي نفسك عايز ترمي السماعات دي وتكسرها في الارض كده علشان تجيب سماعات تانية، لان هي فعلا صوتها سيء قوي قوي قوي. مستوى الراحه في العربيه دي معقول، في متوسط سواقه 6 ساعات يوميا ما تضايقش منها تماما، عربيه كويسه. عندك التكييف بتاع العربيه كويس، عندك العفشه بتاعتها محترمه، الفرامل بتاعتها سيئه للغايه، محتاجه تتظبط شويه، مش احسن حاجه. عندك اختبارات الامان طبعا علشان العربيه دي تقفيل الهند، فهي ما دخلتش اليورو انكاب، هي دخلت منظمه تابعه للهند اسمها جلوبال انكاب، وجلوبال انكاب اديتها 3 نجوم امان فقط في اختبار الامان اللي هي عملته. ويلا بينا نبص على التسارع، هتطلع من 0 ل 100 في كام ثانيه، وبعد كده نرجع اقول لكم عيوب ومميزات العربيه دي وتشتريها ولا ما تشتريهاش. لان خلي بالك انا عايز اقول لك على حاجه، اي عربيه انا بجربها في الخليج سواء الامارات او السعوديه او اي بلد في دول الخليج مختلفة تماما عن مصر من حيث الشوارع. الشوارع يا جماعة بتساعدك ان انت تبقى مبسوط بالعربية وتقدر تستريح فيها، ولا هتتعب من العربية. ياما عربيات كتير قوي 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 انا جربتها في مصر، والعربيات دي جيت جربتها هنا في الخليج، استريحت في العربية في الخليج او في الامارات خصوصا، وما استريحتش في العربية دي في مصر. فانت لازم تبقى واخد بالك من النقطة دي. السواقة كل ما بقت متعبة في البلد اللي انت فيها، كل ما كانت العربية اللي انت راكبها عايز ترميها في الزبالة العربية دي، فلازم تبقى واخد بالك من النقطة دي. قفلنا التكييف بتاع العربية وقفلنا التراكشن كنترول، ونجيب العربية على السبورت علشان تجيب التسارع او تجيب من 0 ل 100 بطريقة افضل. يلا بينا. جامد جامد حلو والله جميل. انا ما كنتش متخيل ان السبورت مود هيعفرت العربيه بالطريقه دي. عيوبها زي ما انا قلت لك في الاول ان السماعات بتاعت العربيه ضعيفه جدا جدا جدا. العربيه بنص مليون جنيه، والخامات الداخليه الخاصه بالعربيه اللي هو هنا الاجزاء دي كلها، كل ده بلاستيك، وبلاستيك فاضي. انت بتخبط كده اكن ورا الباب الجزء اللي ما بين الصاج والبلاستيك ده فاضي، مفيش اي حاجه موجوده خالص. الخامات بتاعت العربيه يا جماعه سيئه جدا جدا. العربيه بنص مليون جنيه، ده تهريج، ده حرفيا تهريج. كمالياتها كمان ضعيفه جدا على عربيه بالسعر ده. يعني مثلا كمثال كده، انا واخد العربيه اللي معايا دي تعتبر الفئه الثانيه عندنا في مصر، الفئه الثانيه. ففيها ايه؟ فيها شاشه، وفيها كاميرا خلفيه، وفيها سنسور خلفي، وفيها سبورت مود، وشويه حاجات خفيفه زي ما انتم شايفين، مثبت سرعه، وما فيهاش جنط، ما فيهاش اضاءه ليد، الاضاءه بتاعتها هالوجين، فناقصها كماليات كتير، ناقصها كماليات. فالعربيه دي محتاجه علشان تبيع تبقى احسن وافضل في الكماليات. ما فيهاش عندك ازاز فامي او ازاز ملون او زجاج ملون زي ما احنا بنسميه علشان الخصوصيه في العربيه. ولعلمك الموضوع ده هنا في الامارات عادي، انت ممكن تعمله ومن غير فلوس وما فيهوش اي مخالفه خالص، بعكس عندنا في مصر. مميزاتها في الخليج سعرها معقول جدا وكويسه لو انت بتدور على عربيه جديده. ومن الاخر وبدون دخول في تفاصيل، العربيه دي
تنفع للخليج بس بالسعر ده، لكن عندنا في مصر محتاجه حاجه من اتنين: يا سعرها ينزل علشان تعرف تبيع وتنافس، لان قطع غيارها غاليه جدا جدا جدا. وده اللي مش عارف ممكن يسال ملاك الكريتا القديمه، كان بيجيبوا تيل الفرامل الافتر ماركت كان بيجيبوا 2500 جنيه. في الوقت ده كان العربيه التوسان الشكل القديم مش الشكل اللي موجود دلوقتي، كان تيل الفرامل الافتر ماركت بيتباع ب 1500 جنيه. يعني العربيه دي سعرها في قطع الغيار اغلى كمان من اختها الاكبر التوسان والاغلى. فانا شايف ان العربيه دي تنفع في الخليج بس ما تنفعش في مصر. لو عايزين تخلوها تنتشر في مصر لازم الكماليات تزيد او سعر العربيه يقل او الخامات تتحسن شويه. دي عربيه ب 600,000 جنيه في مصر، ده رقم كبير مش رقم قليل. ولو عايز تشتري اي حاجه من على تطبيق نون او نمشي في الخليج، هتلاقي الاكواد بتظهر لك دلوقتي على الشاشه وهتلاقيها موجوده تحت في الديسكربشن. اكتب الكود عند مرحله الدفع هيوصل لك خصم كويس ان شاء الله. وادعي لي دعوه حلوه واشوفكم على خير ان شاء الله. واكتب لي تحت في الكومنتات ايه العربيه الجايه اللي انت عايزني اعمل لها ريفيو، سواء جديده مستعمله، عربيه كهرباء، عربيه معدله، سوبر كار، واي حاجه في الدنيا باربع عجلات وبتمشي. اكتبها لي تحت في الكومنتات. شكرا، سلام عليكم.